طول ما عندك فوضى زي ما عملوا هي فوضى، هي فوضى عشان يدمروا البلد، وكانت هي فوضى. هي فوضى اهي. هي فوضى. هي فوضى، وادي الفوضى قدام حضراتكم اهي. خد يا ابني. تعمل ايه؟ سيادة المستشار ده اللي عامل لي حالة ذهول هو مين اللي علمه حالة الاستعلاء دي؟ امه. ده عيل ما شافش رباية. أنا آسفة يعني. على فكره يا روحي احنا هنا بيت دعاره محترم. في عقدة عند المصريين اسمها الناس اللي على راسهم ريشة. اي كلام اللي هو ايه، اجري في الشوارع وانا على راسي ريشه ولا حد هيقرب لي. هو حاسس بجبروت معرفش ليه، حاسس بقوة معرفش ليه، وحاسس ببلطجة معرفش ليه. برضه بتسألي عليا النعمة اللي ربطت جاموسها وفك الغلطان. فيعني مفيش حد فوق القانون، يعني محدش طرمخ. لا الداخلية طرمخت، لأنه طبعا الداخلية لما جابوه عرفوا ده ابن مين. المعلومات الأولية تقول إن والد الطفل ده قاضي. على راسه ريشه محدش هيقرب. حد لشوق لحاجة؟ ايه؟ هو أنت علمت ابنك إنه يدهس القانون؟ المسألة لا علاقة لا بالنيابة ولا بالداخلية، النيابة والداخلية قاموا بدورهم، ولكن احنا هنا على ارض هذا الوطن السياد وغيرنا هم العبيد. إنه القاضي هو حارس على القانون. ولا القانون القانون. لا مين اللي بيتكلم عنه؟ أبوك بيشتغل قاضي، أبوك بيشتغل ضابط، بيشتغل وكيل نيابة، بيشتغل إعلامي، ملناش دعوة، ملناش فيه. بس هي ايه؟ هو هيصة في الكلام ولا ايه؟ مش هيصة في الكلام هي. استنى عندك شوية. قانون الطفل بيقول انه يعني النيابه هنا ما كانش ينفع تحبسه. ليه؟ القانون قال لها كده. انزل يلا. على ابني فين؟ والله أنا كفيلك لك علقة. والله كفيلك لك علقة وموتك. دي مصر يا عم. 5 صاحبي. احنا هنا على ارض هذا الوطن السياد وغيرنا هم العبيد.